طب عم محمد بقى كلمنا على رابطة غزل المحلة. احنا شايفين ان المفروض يكون في رابطة. انا شايف كمحمد بقى ان ما ينفعش ان المشجعين يروحوا على القهاوي يجيبوا التذاكر. انا شايفها كارثة. المفروض احنا كيان محترم وفي مجلس ادارة محترم. المفروض يعمل رابطة ويكون ليها مجلس ادارة يكون فيها قدامى مشجعين غزل المحلة يبدأوا ينظموا ازاي يوزعوا التذاكر على الجماهير. رأيك ايه في الفكرة دي؟ رابطة مشجعين؟ لا، انا اجيب لك الرابطة القديمة بقى اللي سجلت الله يرحمه رئيسنا انور السادات كان له يد فيها بقى. في السبعينات واخد بالك شكلنا رابطه بقياده الحاج علي عثمان كان رئيس الملابس، الحاج مسعد الباغل صاحب محلات الباغل، الحاج مسعد الكبير الله يرحمه، والرابطه ما زال موجوده في كل حاجه، بس مين اللي حركها وكده. فهي يعني حته الرابطه بتاع جماهير المحله وبتاع دي حاجه استثنائيه. حته التذاكر وبتاع يتحطوا هنا مش مشكله، بس كله بيسافر وبتاع، بس الشكل يعني ايه هم يعني النادي رابطه. محمد انا معترض على الفكره. احنا جات لنا شكاوي كتير. يعني جمهور عريق زي جمهور المحله عشان يحاول يجيب تذكره يروح يجيبها على القهوه ويجري مع فلان. طب يبقى في مكان ثابت جوه غازل المحله او جوه شركه الكوره نوزع منها التذاكر على الناس بتوعنا. ما بنقولش لا، بس ما في تنظيم وبطريقه منظمه عن كده. دي ترجع للاستاذ وليد مشكورا ان هو يعمل مكان في الشركه مثلا. هو رغم ان الناس اللي كانت مسؤوله على التذاكر ده يعني ناس محترمه، يعني كانوا بيجيبوا التذاكر يبقى يبعتها لي لحد عندي انا هنا يعني، وكلام من ده، يعني ناس كويسه. فاذا كان مثلا السنه الجديده بقى هتتنظم على مستوى عالي، لا حته التذاكر ده هتبقى في النادي مثلا زي الاول. يعني كان التذاكر ب2 جنيه، عندي تذاكر ب2 جنيه فاضيه واخد بال سيادتك الكلام من كانت في نادي الموظفين. ليه نادي الموظفين؟ الشباك اللي على باب النادي من بره زي ما كنا بنقطع التذاكر زمان غزل المحل وتبقى منظمه. بس ده رأي يبقى في نادي الموظفين يتفرق التذاكر بتتباع وتتفرق ارتيه، وكل ارتيه عليها تذكره للناس اللي بتسافر، مش اللي عاطل اي واحد يجي نقول له تذكره هي مثلا، لا اللي بيسافر بيتاخد كشف فيهم دول تاني ماتش في المحله احنا مسؤولين عن التذكره بتاعتهم. لا واحنا ان شاء الله يا عم محمد هنوصل صوتك للمسؤولين مجلس الاداره، وهم ناس متفهمه وبالفعل بجد بيعملوا شغل كتير قوي كويس، والنادي تطوير واستاد ومدرجات وجابوا لعيبه، فاكيد حاجه زي كده هيهتموا بيها. محمد تيشيرت غزل المحله، انا شايف ان في شعار جديد مجلس الاداره حطه بدل الشعار القديم. حضرتك مع الشعار القديم ولا الشعار الجديد؟ دي اللي ترد عليك. 1936 ديت بتدي علم مصر، شعار وطني، وغزل المحله شعار وطني. دي القديم يحلى. يعني حضرتك مؤيد الشعار القديم؟ طبعا شعار قديم ده اتربينا عليه، فتحنا اللي انا طلعت حرب اتربينا فتحنا عينينا 80 سنه. هو ده شعار بتاع غزل المحله كشركه. كشركه ده ما هلاش عليه. ما اعرفش ايه الشعار اللي عملوه ده، ما اعرفش حاجه كده زي الواحد داخل يحلى عند حلاق زيرو. اعزائي المشاهدين زي ما سمعنا من الحاج محمد رساله بجد ورساله وطنيه. هو مع الشعار القديم. عم محمد بيطالب ان الرابطه اللي كانت موجوده ايام الرئيس الراحل ترجع تتفعل وتكون موجوده مع مجلس الاداره الحالي. بجد كانت حلقه احنا استفدنا منها كتير، وبنوصل صوتنا للاستاذ تامر خليل. يا استاذ تامر يا ريت تسمع الحلقه وترد عليها الفتره الجايه، ويا ريت كل كلمه قلناها تنفذها، عشان بجد عم محمد حد جميل وسنه يعتبر فوق 80 سنه او 86 سنه تقريبا، فبجد خبره وطنيه بتحب غزل المحله. اعزائي المشاهدين نلقاكم